واقعة غريبة في الدوري الفرنسي، نجم ليفربول السابق يضرب مدربه في التدريبات. حدثت مشادة عنيفة بين كل من مامادو ساكو لاعب مونبليه الفرنسي الحالي وليفربول السابق وبين مدربه في الفريق ميشيل دير زكريان. واثناء التدريبات اعترض ساكو على عدم احتساب المدرب خطأ له ليثور بشكل مفاجئ ويغادر ملعب التدريبات. المدرب كان هادي وقتها، ولكنه قال ان ساكو مش هو اللي بيحدد امتى يخرج من الملعب علشان تتطور المشادة وتصل العراك بالايدي. وفقا لصحيفة ليكيب ان المدرب وصف سلوك ساكو بالطفل البكاء، وعلشان كده اتنرفز اللاعب البالغ من العمر 33 عام، بس المره دي وقع مدربه في الارض وفضل يضرب فيه. فمن المؤكد ان اللاعب مش هيكمل مع الفريق هذا الموسم، غير كمان لو في عقوبات مستنياه. فلو انت ابو الكباتن مكان المدرب كنت هتتصرف ازاي مع اللاعب ده؟ خزائن برشلونه تنتعش بعد الفوز الثالث في دوري ابطال اوروبا. حقق برشلونه الفوز على شختار بهدفين مقابل هدف في الجوله الثالثه من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. وفقا لصحيفه سبورت الكتالونيه فان برشلونه سيحصل على 8.4 مليون يورو من الانتصارات الثلاثه في دوري ابطال اوروبا حتى الان. ايوه بقى الفلوس هتظهر والنادي هيتحسن، ومتبقي 3 مباريات لبرشلونه، ولو فاز فيهم برشلونه سيحصل على نفس المبلغ، يعني هيبقى المجموع 16.8 مليون يورو. فهل يا ابو الكباتن تتوقع ان برشلونه قادر انه يفوز بدوري ابطال اوروبا ولا لا؟